مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إيرتين، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. نجاح تجارب خلو المنتجات الزراعية من تلوث المبيدات في غردات. تقديم جائزة عند معسول الطلاب المتفوقين في الإقليم الجنوبي. العداء سامسون أماري يتوج بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون في أكرا. معطل 23 جنديا وإصابة 17 آخرين في كمين إرهابي في النيجر. غوتيريش يحذر من ازدواجية المعايير بملفي أوكرانيا وغزة. واتفاق دولي لزيادة التعاون لتطوير وإنشاء مفاعلات نووية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية غردات نجاح التجربة التي جرت تحت إشراف خبراء الزراعة لجعل المنتجات الزراعية خالية من المبيدات الحشرية الملوثة. وأوضح مسؤول المكتب السيد تيدروس زغرغيش أن الهدف من البرنامج هو إثبات تطبيقي بإمكانية إنتاج المزارعين محاصيل خالية من تلوث المبيدات الحشرية باستخدام أساليب مكافحة الآفات بالتنسيق مع خبراء الزراعة. وذكر مسؤول وحدة تنمية النباتات السيد نغاسي هبت ميكائيل أن التجربة أجريت لتعريف المزارعين بأن استخدام المبيدات الحشرية هو الخيار الأخير وليس خيار أول. وأشار مسؤول وحدة تنمية الخضروات والفواكه السيد زيناوي تصفى برهان إلى أن التجربة تكسب المزارعين الأساليب العلمية بإشراف الخبراء في مزارعهم. وأوضح المزارعون اكتسابهم الكثير من الخبرات في البرنامج، داعين لإجراء الأبحاث اللازمة لمكافحة الذبابة البيضاء التي تضطرهم لرش المبيدات في حال ظهورها أثناء القطاف. قدمت جائزة عند مسؤول الطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة الوطنية المتوسطة العام الدراسي 2022-2023 في الإقليم الجنوبي. وقد تم تقديم الجائزة في مندفر يوم 21 من مارس في نسختها 9 ل 623 طالبا، بينما حصلت مدرسة أروتا على لقب أفضل مدرسة، وحصلت مديرية مندفر على لقب أفضل مديرية. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو أن تمكين الشباب من خلال التعليم والتدريب هو أحد أهداف الاتحاد، وأكد العمل بالتعاون مع وزارة التعليم لخلق وتقوية المنافسة الشريفة بين الطلاب. وهنأ مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كيداني الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم، وحثهم على مواصلة التفوق في التعليم الثانوي. من جانبه أوضح مدير مديرية مندفر السيد هزقياس وهبته أن إدارة المديرية ستبذل جهدها حسب المستطاع لسد متطلبات التعليم. ودعا رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين في ختام المناسبة الطلاب، دعاهم على مواصلة التفوق التعليمي والتأثير على أقرانهم. شهد الحفل فقرات ثقافية وفنية. قدم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة جائزة عند ماسو ل 2946 طالبا في 9 جولات. تجري أعمال بناء سد لمياه الشرب والسقي والري في ضاحية إم هميمة في مديرية قرورة. وذكر مسؤول الزراعة في المديرية السيد آدم صالح مشاركة 150 شخصا في أعمال بناء السد الواقع على بعد 11 كيلومترا إلى الجنوب من بلدة إم هميمة. وأفاد بأن سكان إم هميمة يعملون جاهدين لإكمال أعمال البناء قبل حلول موسم الأمطار بدعم حكومي لمواد البناء والآليات. ويتوقع مساهمة السد في الزراعة المروية في مساحة حوالي 1500 هكتار حددتها وزارة الزراعة، ومساحة 300 هكتار أسفله. وكان قد شيد سدا مسبقا في ضاحية تباح في مديرية قرورة، ووجود برنامج لبناء 3 سدود في زيرو وحشكب.
أحدثت الأمطار المصحوبة بالثلوج والحرائق في مديرية فورت الساوا وهيكوة الأضرار في الأرواح والممتلكات. وتسببت الأمطار المصحوبة بالثلوج التي هطلت يوم 18 من مارس في مديرية فورت الساوا في مصرع طفل يبلغ 12 عاما وإصابة رجل بردود في ضاحية تمرات وإصابة 5 أشخاص بردود أيضا في بلدة فورت الساوا. كما تسببت في اقتلاع ألواح الزنك من 30 مرفق بينهم مدارس ومؤسسات صحية إضافة إلى 8 منازل. وكذلك تدمير 111 من الأكواخ واقتلاع 715 شجرة كبيرة وإحداث الأضرار في البساتين وخطوط المياه والكهرباء. من ناحية ثانية اندلع حريق يوم 20 من مارس في بلدة هيكوتا ودمر منازل 4 أسر بكامل محتوياتها. وأفادت إدارة المديرية أن التحقيق جاري لمعرفة أسباب الحريق داعية المواطنين لتوخي الحذر في إشعال النار. توج العداء الإريتري سامسون أماري بالميدالية الذهبية بفوزه في سباق نصف الماراثون الذي جرى ضمن فعاليات دورة الألعاب الأفريقية العامة اليوم بالعاصمة الغانية أكرا. العداء سامسون أماري تواجد بالمجموعة الأمامية التي تكونت بعد أن قام العدائيين الكينيين بزيادة سرعة الاستحقاق في الكيلومترات الأولى في ظل الأجواء المناخية من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة التي اختبرت الجاهزية البدنية والذهنية للعدائين. العداء سامسون أماري الذي قام بإفشال العديد من الانفرادات والانطلاقات التي كان يحاول العديد من العدائيين القيام بها لم يتوقف دوره عند ذلك، بل تواصل بتتويجه بالمركز الأول عند خط النهاية في إنجاز فريد من نوعه للرياضة الإريترية عموما وأم الألعاب الإريترية ألعاب القوى خاصة. حامل لقب بطولة نصف ماراثون إريتريا لعام 2024 العداء سامسون أماري قطع نصف ماراثون عموم أفريقيا في زمن وقدره 1 ساعة و5 دقائق و4 ثواني ليترصع بالمعدن النفيس متقدما بفارق 9 ثواني عن الغاني ويليام أومبونسا الوصيف الذي توج بالميدالية الفضية، فيما حاز العداء الزيمبابوي إيزاك إمبيفو على المركز الثالث بزمن وقدره 1 ساعة و31 دقائق و37 ثانية لينال الميدالية البرونزية. ثنائي منتخبنا الوطني كوبرام جابريل وميكائيل سيوم توجا بالمركزين العاشر وال11 بعيد تواجدهما بمجموعة كان يقودها العديد من العدائيين الكينيين واليوغنديين. سامسون أماري الذي توج بالريادة والصدارة في منافسات نصف ماراثون شرق أفريقيا التي جرت مع احتفالات البلاد بتحرير مدينة مصوع في شهر فبراير المنصرم، وبعد خطفه العديد من المراكز والمواقع الأمامية في العديد من المشاركات التي جرت بالعام الجاري، لفت إليه أنظار العديد من المتابعين والمهتمين بمنشط ألعاب القوى إليه. تتويج العداء سامسون أماري بلقب ماراثون أبو ظبي الدولي الذي يحظى بالمشاركة الواسعة من العدائيين الدوليين في فعالياته، وفي أول مشاركة دولية له في استحقاق الماراثون بعد أن ظل يشارك في منافسات نصف الماراثون واستحقاقات اختراق الضاحية قبل ذلك التاريخ، يعد واحد من المنجزات التي أبانت عن مقدراته وكفاءاته الرفيعة بدون أدنى شك. وفي منافسات نصف ماراثون السيدات التي جرت ضمن فعاليات دورة عموم أفريقيا دخلت العداءة الإريترية الركبة هبة سلاسي نادي العشر الأوائل بحلولها بالمركز الثامن في السباق النهائي التي حسمت مركزه الأول عداءة جنوب السودان محدثة المفاجآت الكبرى. استشهد عضو هيئة الجوازات والهجرة المناضل المقدم ميكائيل سيوم والد يوهانس جراء مرض ألم به عن عمر يناهز 83 عاما. التحق المناضل ميكائيل سيوم بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975 وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وجهاز الاستخبارات، وبعد الاستقلال في هيئة الجوازات والهجرة بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل المقدم ميكائيل سيوم متزوج وأب لابنين، وقد وري جثمانه الثرى عصر يوم 22 من مارس في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب هيئة الجوازات والهجرة عن حزنها لاستشهاد المناضل ميكائيل سيوم وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه.
مشاهدينا، كانت هذه الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نتابع الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت وزارة الدفاع في نيجيريا مقتل 23 جنديا وإصابة 7 آخرين ضمن كمين نصبه إرهابيون خلال عملية تمشيط نفذها الجيش في غرب البلاد. وقالت وزارة الدفاع في بيان أنه نفذ الجيش عملية التمشيط في المناطق القريبة من ماي في بوركينا فاسو، لكن خلال انسحابه وقعت وحدة تابعة له في كمين معقد قتل خلاله 23 جنديا. وأكدت أن العملية كان هدفها طمأنة السكان الذين يتعرضون لانتهاكات من الجماعات الإرهابية المسلحة من اغتيالات وابتزاز وسرقة ماشية. وأشارت إلى أن أكثر من 100 إرهابي أتوا في مركبات ودراجات نارية هاجموا وحدة من الجيش بين بلدتي تيغي وبانكيلاري باستخدام قنابل يدوية وسيارات انتحارية. ووقع الهجوم في منطقة تيلابير الواقعة فيما يسمى بمنطقة المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، والمعروفة بأنها معقل الجهاديين في منطقة الساحل. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي من ازدواجية المعايير عند التعامل مع ملفي أوكرانيا وغزة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل عقب اجتماع المجلس في بروكسل. وندد غوتيريش بالوضع الفوضوي في العالم وحالة الإفلات من العقاب، حيث تعتقد أي دولة أو جماعة مسلحة أنها تستطيع أن تفعل ما تريد لغياب المساءلة. ودعا قادة دول الاتحاد الأوروبي 27 المجتمعون في قمتهم في بروكسل إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، وحضوا في بيان مشترك إسرائيل على عدم الإطلاق عملية برية في رفح بأقصى جنوب القطاع المدمر. وأورد البيان أن المجلس الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ينبغي أن تفضي وقف دائم لإطلاق النار، وإلى الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين وتقديم المساعدات الإنسانية. عقد قادة من دول العالم قمة للطاقة النووية في بروكسل لتسليط الضوء على دور الطاقة النووية في التصدي للتحديات العالمية الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة ودفع التنمية الاقتصادية، وذلك استنادا إلى التوصيات التاريخية لقمة كوب 28. وركزت القمة على موضوع الطاقة النووية الذي يجتذب اهتماما متزايدا من العديد من البلدان، لأنه يمكن أن يساعد في خفض استهلاك الوقود الأحفوري مع تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء القابلة للتوزيع المنخفض الكربون. وتسلط قمة الطاقة النووية الضوء على هذا الزخم المتجدد للقوى النووية، وستوفر أيضا منتدى رفيع المستوى لعرض الحلول لبعض القضايا التي يواجهها القطاع من أجل تحقيق إمكاناته الكاملة، بما في ذلك من منظور صناعي. الخبر الأخير في هذه النشرة: وفي سابقة طبية، قام جراحون في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية بزراعة كلية مأخوذة من خنزير في مرضى حي مصاب بالفشل الكلوي. ووفقا للأطباء في المستشفى، فإن المؤشرات الحيوية للمريض تتحسن يوميا وتبدو النتائج واعدة حتى الآن. ومن شأن هذه السابقة الطبية أن تمثل حلا لمشكلة النقص المزمن في المتبرعين بالأعضاء، والتي تشكل معضلة لعديد المرضى حول العالم. وبحسب الأطباء فإن النتائج تسير بشكل جيد حتى الآن، إذ يتعافى الرجل المريض بصورة جيدة، ومن المتوقع أن يخرج قريبا. مشاهدينا الأكارم، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. نجاح تجارب حلول المنتجات الزراعية من تلوث المبيدات في غردات. تقديم جائزة عند معسكر الطلاب المتفوقين في الإقليم الجنوبي.
العداء سامسون أماري يتوج بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون في أكرا. مقتل 23 جنديا وإصابة 17 آخرين في كمين إرهابي في النيجر. غوتيريش يحذر من ازدواجية المعايير بملفي أوكرانيا وغزة. واتفاق دولي لزيادة التعاون لتطوير وإنشاء مفاعلات نووية. مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.